السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير الملاوي بكميه كبيره، سواء بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا يخدموا لي كوموند، سواء هكا للنساء اللي كيكونوا في البيت كيبغيو يحضروا كميه كبيره ويحتفظوا بها في المجمد. غادي نحتاجوا فيه 2 كيلو ديال الدقيق الابيض اللي هو دقيق الفرص، وكنضيفوا عليه نص كيلو من دقيق الفينو، ملعقه كبيره من العسل، راس ملعقه صغيره من خميره الخبز هكا باش ما يضرناش الملوي، وطبعا الملح كيبقى حسب الذوق ديالكم. كنجمعوا الكل هكا بالماء عادي هي من الروبيني. عجينه اللي كتكون متماسكه، ما ديروش العجينه خفيفه نهائيا لان ما كيجيش بها الملوي زوين، لان مازال غنريحوا العجينه وغادي ترخف لينا. صافي من بعد ما كنعجنوا العجينه كندلكوها واحد شويه وكنديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح اقل حاجه هي واحد الساعه. ومن بعد كندوزو كنشكلوا منها كرات، كل حبه كنديروا فيها 100 غرام. بالنسبه للملاوي اللي كيجيو هكا متوسطين يعني ما تيكونوش كبار وما تيكونوش صغار، كل حبه كنديروا فيها 100 غرام. كنشكلوا كرات وكندهنوهم بالزيت نباتيه ونخليوهم يرتاحوا مده 15 دقيقه قبل ما نخدموا بهم. بالنسبه للزبده اللي كنورق بها اللي كتشوفوا في الصوره، كناخذ 250 غرام ديال الزبده اللذه اللي كتباع ديال مارغارين. كنجيبها كنديرها في المونينيكس وكنبدا كنخدمها في مونينيكس، وانا كنضيف ليها الزيت النباتيه حتى تنحصل عليها بحال الشكل ديال المايونيز. راه كتجي رائعه جدا وكتطلع اقتصاديه. بالنسبه للدقيق اللي كنورق به، كنحتاجو كاس ديال السميده الرقيقه، نص كاس من دقيق الفينو، ونص كاس من دقيق الرطب اللي هو دقيق الفرص، ونص خماره ديال الحلوى. كنخلطوهم هما باش هما اللي كنرش هكا في وسط العجين باش كيجيني الملوي مورق. كذلك مهم جدا هانتوما لاحظوا معايا الطريقه باش كنلف الملوي. كنلفو هكا خفيف، يعني ما كنزيرش اللفه. بهذه الطريقه راه كيجي الملوي مورق وكيجي زوين بزاف. كذلك الطريقه الطياب مهمه حتى هي. منين كنديروا هذه العمليه كنخليوهم يرتاحوا، كل ما ارتاحوا كل ما كيسهل علينا التكراس ديالهم قبل ما نطيبوهم. صافي كنخليهم انا يرتاحوا واحد نص ساعه، موراها عاد كندوز كنطيبهم. طريقه الطياب كنطيبوهم على نار اللي كتكون متوسطه، ما تكونش عاوتاني ناقصه وما تكونش مجهده. صافي كيجيو الملاوي رائعين جدا. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. هانتوما شوفوا معايا الملاوي كيفاش كيجيو رائعين جدا. بالنسبه للبنات الا عندكم اي تساؤل خليوه ليا في التعاليق غادي نجاوبكم. المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في اخر الفيديو، وكذلك مكتوبه في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو يهزوها. كنتمنى لكم فرجه ممتعه وملتقانا في فيديو قادم ان شاء الله.